السلام عليكم وأهلا وسهلا بيكم في قناة أخبار النهاردة معانا ترند جديد شغل كل مواقع التواصل، والحديث كله عن النجم الكبير مصطفى شعبان. إيه اللي حصل؟ وليه اسمه متصدر الترند فجأة؟ ده اللي هنعرفه حالا، تابع معانا للنهاية. ببساطة لأن مصطفى شعبان رجع يضرب من جديد. الفنان اللي كلنا حبينا تمثيله وأدائه الرايق رجع الأيام دي بقوة من خلال ظهوره الأخير في كواليس عمل جديد بيجهزه، وظهوره المميز في مناسبات فنية واجتماعية. الصورة اللي نشرها على إنستجرام وهو بيظهر بإطلالة شبابية ورياضية قلبت الدنيا. الناس بدأت تسأل، هو في عمل جديد؟ هو راجع في مسلسل ولا فيلم؟ وإزاي محافظ على لياقته وشكله رغم السنين؟ الصورة انتشرت بسرعة البرق، والناس بدأت تتكلم عن الكاريزما اللي عمرها ما راحت. اللي متابع مصطفى شعبان أكيد عارف إنه كان بطل مسلسل بابا المجال اللي اتعرض في رمضان اللي فات. المسلسل ده لقى نجاح كبير، ورجع مصطفى شعبان لأجواء الأكشن والدراما بعد فترة من الانقطاع عن النوعية دي. الدور كان مختلف، والناس شافت مصطفى بيرجع بجدية واحترافية، وبيقدم شخصيات مركبة مش مجرد نجم وسيم والسلام. حسب مصادر كتير مصطفى شعبان بيشتغل على فيلم جديد هيرجع بيه للسينما بعد فترة غياب طويلة. الفيلم فيه تركيبة مختلفة، وهيجمع بين الأكشن والإثارة والدراما، وفي كلام عن مشاركة نجمات كبار معاه، لكن لسه تفاصيل رسمية ما اتعلنتش. وفي كمان أخبار بتقول إنه مرشح لمسلسل قوي في رمضان الجاي 2026، هيكون من إنتاج كبير ومخرج مشهور. مصطفى شعبان مش بس ممثل، ده حالة خاصة. اتعودنا عليه في أدوار الشاب الهادي، ابن الناس، أو البطل اللي عنده مبدأ. ومن أيام العار والزوجة الرابعة ودكتور أمراض نسا لحد أيوب وبابا المجال، هو دايما بيقدم أدوار مختلفة، ما بيحبش يكرر نفسه. الناس كمان بتحبه لأنه بعيد عن المشاكل، مفيش فضايح، مفيش شو زيادة، بس بيظهر وقت الشغل وبيتكلم بأدب واحترام. بعد ظهور مصطفى شعبان الأخير مواقع التواصل اتقلبت. الترند رقم 1 في تويتر: مصطفى شعبان راجع بقوة. هاشتاجات شغالة: هاشتاج مصطفى شعبان، هاشتاج بابا المجال، هاشتاج عودة مصطفى شعبان. الناس بدأت تطالب إنه يرجع يشتغل أكتر ويقدم النوعية المسلسلات اللي بنحبها منه. مصطفى شعبان نجم كبير، ووجوده في الساحة الفنية إضافة قوية، وكل مرة بيظهر فيها بيثبت إنه لسه في القمة ولسه قادر يقدم الأفضل. هل أنتم متحمسين للعمل الجديد اللي بيجهزه؟ وافتقدتوا مصطفى شعبان في السينما؟ قولوا لنا رأيكم في التعليقات. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة علشان يوصلكم كل جديد من ترندات الفن والنجوم.